السلام عليكم، كيف أخباركم؟ ومرتاحين الحمد لله على كل حال. طبعا هذا اليومين بنفس الناس بينزلوا على الأستاذ محمد الله ضرعي وعلي حتى أنا، يعني بسبب إن إحنا بنقول لأي واحد يوقف ضد الحوثي شكرا لك. هل هذا انخلاف من المبدأ؟ تغيير في مش مبدأنا ما هو، يعني إحنا ليش أصلا ضد الحوثي؟ لأنه اغتصب الدولة، لأنه أسقط الدولة، انقلب على الدولة، هذا هو الأساس ولا لا؟ ولا بتدافع حقد؟ لو حقد فلا خير فينا. حتى الحوثي نفسه لو يرضخ للسلام ويسلم السلاح للدولة، والله العظيم ليش الحرب؟ ما بنحاربهم الشيء لفكرهم ولا لجنسهم، لا لأنه معتدي. طيب خلافنا مع المؤتمر الشعبي العام، وربما أنا والأستاذ محمد بالذات من أيام 2011 كان بارزين في هذا المجال. بدأ الأستاذ محمد الله ضرعي قبلنا، وبعد ما وقف قال والله انه اي واحد يوقف ضد الحوثي هذا عدوي، وفعلا هو هذا كل عاقل يوصل الى هذا الحل. انت مع يعني الشخص ولا الموقف؟ مع الموقف. اللي يجي زايد علينا هذا الحين تمام نقول له الذي بيتكلموا على الرئيس هادي ذا الحين من بيخدموا الحوثي، اللي بيقول احنا ما تكلمناش، احنا تكلمنا عليه عندما حصل تحديات عرن، ولا احنا داينا شيء ما قد به في هذا كان ما رقش شيء قال له فعلنا نقطع تمام. التقليدي مثلا علي عبد الله صالح، تقليد نقد، سلوك غلط، موقف غلط. طيب الرجال غير الموقف الذي احنا زعلنا منه. خلافنا في حق 2011 كان خلاف في ظل الدولة، قد جاء هؤلاء بسبب خلافاتنا فيما بيننا وانتقاماتنا من اللي نثرها وقفنا في حوار شامل ودولة الحوثي، صح؟ إذن عدو الكل الحوثي. طيب هؤلاء النزغات الذي حاولوا يأججوا الخلافات يجوا كانوا يذكروا خبرة عبد الصالح، والله ما هم الا هم ودي يفعلوا كذا، ويجوا عندنا يقولوا قسما بالله ما هو ضدكم، حصل ما حصل وانتقام. طيب وسلموا الأسلحة ودخلوا، احنا كنت انتقام. طيب حصل خير، دار الزمن، صحى ضميرهم، كلبوا، فهموا، شكرا لهم. أنا ما دمت صاحب قضية ومبدأ، هل أنا تغيرت في قضيتي ومبدئي الآن؟ ولا أحمد ربي وأشكره وأشكر هؤلاء اللي وقفوا بعدي ولو حتى كانوا هم ضدي وأوجعونا وكذا، خلاص أنا أتغلب على جراحي إذا ما كنت حاقد، وإذا ما كانش الهدف والطمع الشخصي هو المسيطر علي. ليش؟ لأن هدفي بلد ووطن. إذا أنا أشجع وأقول ونعم بكم، إحنا نشتيكم هكذا من أول، ولا عد أذكر كل واحد الثاني. طيب الحوثي ليش الآن بيتحرك في القنوات ويفتخر ويذكر هم من سلموا لنا على مصراعيها، هذا كلام لحية، هذا تو سلموا لنا السلاح، يعني حنش في من؟ ليش بيضحك؟ علشان يأججونا يعني ضد بعضنا، انهم دارين لو تلتئم الجراح هذه فيما بيننا احنا هم حينتهوا، لانهم متغذين على ما قال غايب حواس البذر الحر، اندمال الجرح هذا هم متغذين على هذا القيح حق الجرح، احنا نكوي الجرح هذا. كنت ناسا يا من انت ضد الحوثي وتجي تقول لي اليوم ان يدنا غيرت المبدأ. مبدئي ايش؟ مبدئي استعادة الدولة والجمهورية ضد الحوثي الانقلابي. هل انا لا زلت ضد الحوثي؟ هل الأضرعي غلط عندما وقف زامل جميل فعله؟ الحوافظ طبعا فعلوا زامل بيذكروا كذا كذا، شوفوا هذا الزامل، هذا فعلوا الحوادث، يقولوا انه رأيته حمزة في السواحل. طيب هو فهد الشرافي، وانا اشكر فهد الشرافي احسن من، كنا نزعل من فهد عندما يتكلم على ونجسي ما بيننا، ما في هذا الموقف انا اشكرك يا فهد ونسلم من هذا كلمه. هذا الموقف للثنائي فهد ومحمد، واحد من هنا واحد من هنا، هذا المفروض يشيد بالموقف هذا ونقول هذا وحده صف، فعلوا زامل يشيدوا بمن بيقاتلوا في الساحل ضد الحوثي. طيب خالد
وعمر. يزعلكم من الوضعية كم من نعرف. وذكر فيها بعدين اللي بيقاتلوا الأبطال، اللي بيقاتل ضد الحوثي ما نلا عاد ارفع له التحية. هذا إذا كنت صاحب موقف. أنا انتقدت طارق مثلا، أنا عني طارق عندما قتل علي عبد الله صالح جلست أقلد له ما أول ما أعلن وقال يا شعب اليمن ثور، أنا ارتحت يعني، قلت يا الله يفوزوا عليهم. كان حتى يهددوني من قبل عبد الله صالح، قال لي افعل راجع حسابك ما عندك، قلت اقتلوني لكن عليك اقتلوا الحوثي يعني، حلبتوا بي ومني صدق، لأن معنا هدف أكبر. احنا هؤلاء خلافنا مع هؤلاء خلاف، هؤلاء يجوا قذاب يقول لك ابن رسول الله ويفعل لك المورد يعني ثاني في حاجة ثانية خالص. فرق بين اليمنيين الجمهوريين الوطنيين، وفرق بين هذا العقائد اللي بيقول لك وحده ولا شركة. طيب عندما ظهر طارق وقال يدعو إلى عدم، ما أنا سكت له في نفس اليوم، قلت له تدافع حرقه والله أعلم ما هو زعل وبصوتها أعلى. هكذا وهم قتلوني والمفروض انك تفعل. طيب ما دام قد واليوم بيقاتل ما اقول له للمتصدق خلاص شكرا طخ، ما بيعترفش بالشرعيه صح؟ ما هو كلنا ضروري في الواقع الشرعي ليش؟ لاجل بدل ما تقع تكتلات لكن ما دام الرئيس نائب بيتواصلوا مع محافظه ويشيدوا بالتقدم هم خلاص. يا اخي قد بيقاتل الحوثي امانا، ما هو نشد ايش؟ من هو الذي هو على مبدأه؟ احنا الذي وقفنا ضد الحوثي نحمد الله ونشكر ان الله وفق بعد من وقفت بعدك بين عند هادي لا عند التحالف لا عند الاخوه في المؤتمر، هؤلاء كلهم وجزاء مشكورين على فزعتم ووقفتم في الموقف هذا. اذا انت لو انت رجل عاقل وانت ضد مشروع الحوثي صدق، مشروع الحوثي لانه هدم الدوله ولانه انك عاد افرح في من جاء جنبك يعينك استعادة الدوله. واذا كان عداك شخصي فانت حاقد لا خير فيك، وما عندهم حجه حن ما عادوش امنين يعني. يقول لك اذا قدم كلهم سوا هؤلاء ما خس. وانا اقول لكم والله ما يمثلون هؤلاء الذي بيأججوا يعني بين الصف الجمهوري، هؤلاء مصلحتهم الشخصيه بس. هؤلاء معهم عم، وللاسف الشديد في اليمن اقول لها بصراحه كل واحد مع عم، وهذا الذي سبب من اسباب تاخير الحرب. بس به معك جار، هو الاولى انك انت وياه دمكم واحد وانتوا مصير واحد. يا رجال لو قد احنا دولة انتاجية وصناعية وغنية ما يجوز انك تسيء لجيرانك، ما بالك وعادك عالة وعادوا واقفين فازعين معك ونقول لهم جزاهم الله خير، والرئيس عندهم بيقول لك نشي نستعيد شرعيتكم خلاص. لكن الله يقول لك لا نسي ندي الصين ندي روسيا، انت تديهم يقاتلوا السعودية ولا يقاتلوا الحوثي؟ هم مع الحوثي اصلا ما نعدي. هؤلاء الذي بتقول انت مع ايران، شفت كيف انت حيران يا الذي انت بتضابط ضد الجير. ولا بعضهم بيقول بيحسن انه حر قوي. يا رجال اعرفكم هتجعونا عيب. لو به مصلحه لبلدك ووطنك والاجيال القادمه انك ما تسيش لا للشرعيه ولا للدوله ولا للدول الجوار ابدا. خرج غضبك في ايرلو، هذا حسن ايرلو السفير الايراني في ايران تحاكى عليهم. ها هؤلاء والله لا يمثلوا اليمني، وهؤلاء لا يقولون انهم يمثلوا، هؤلاء يمثلون انفسهم. هؤلاء كانوا اكثر يمكن ما استفادوا عندما دخلوا السعوديه ولغفوا لهانا، لقوا لهم شانني وقلبوا اشتوا يكسبوا الكل يعني يقولوا للناس انهم احرار قوي. يا رجال يصير اي واحد يتحاكى، بس كل واحد يتحاكى ما هو الذي هم بلده. ولا انا عدت لك خطابه خليك تحس اننا وعيد تقولي زلط وعاد اجي احسسك ان انا اكبر وطني وحر والباقيين عبيد، وكل واحد داري ما هو الدافع له. عيب. الذي يحب اليمن وانها تستعاد دولة اليمن ومؤسساتها يجي جنب اخوانه ويأيد ويآزر ويشد من أزر من يقف ضد الحوثي لاستعادة الدولة. الانتقالي صح، وقفنا موقف
مغاير في ما حصل، لكن قد قعد اتفاق الرياض. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتنفذ اتفاق الرياض وتوحد كل جهودنا ضد العدو الذي ما بش ولا بلد ولا محافظة إلا واعتدى عليها الحوث هؤلاء. هذا حبيت أفضفض لكم، يعني خرج لكم ما في قلبي، ولو تقولوا أنا سياسي، لكن خرج لكم كلام صفحاتي يا أخي. ولي ما عجبش بحضر، يحضر كل خير، حضرني يا أخي. والذي يصرف لي صكوك الوطنية لا تجيش تعلمني، فضل الله ما عاد تكبرش عليك. لكن ما أنا عاد أتكلم ما يملي علي ضميري، وإرضاء النطق لا أدركنا ذلك، كل واحد يفسر على ما يشتي. إرضاء الله هو الدافع لنا، فإن شاء الله سبحانه وتعالى يد واحدة وبننتصر قريب بإذن الله. ولا نسمع لها ولا اللي هؤلاء اللي بيتكلموا على الجيران، من بيد التعزيز، من بيد السلاح، من بيدعم، من بكذا، هم جزاهم الله خير، وإن شاء الله يعوضنا الله ورد الجميل هذا. ولا هو قضيتنا قضية اليمنيين احنا، والذي بيبحور له فوق الجلد يصير لها نكه، لا، ولا دولة جنبهم قدر غاز سريع الاشتعال. نحترم، احنا نتمنى من العالم العربي والإسلامي انه يتوحد. مرة قلت لواحد هو الذي قلت انا الذي اتمناه انه يقع توافق بين العالم الإسلامي كله يقعقوا. قال الله لا الله لا قال ليش، وش يطلب الله وما يصير يشتغل في الخلاف هذا. ساعة الحوثي بيشتغل في الخلاف فيما بينه المكونات الداخلية، وهؤلاء اللي قدهم دعم خارجي بيشتغلوا بين الخلاف في المكونات الدول الإقليمية. لكن إن شاء الله نسأل الله أنه يوحد جهودنا. إحنا مصلحتنا مع جيراننا، إحنا دمنا واحد وعمق تاريخنا واحد، ولا يمكن نتخلى. واللي يتخلى على العروبة هذا تبع إيران وبس. والذي هو يا رجال افترض أن معك خلاف مع حكم آل سعود، مع الحرمين، دينك عروبتك وإسلامك ماشي، نكمل نستعيد الدولة من الحوثة والنصر قريب بإذن الله. خلاص ولا زيد أهدر اليوم زي الهدار تحملوا. خيرت بينزلوا إن قدنا تبع طارق ما أعرفش، مع احترامي لموقفه ليس لشخصه. موقفك ممتاز، وموقف أي بندق يتوجه ضد الحوثي ممتاز. أما الذي يقول إنك تبع هذا لأنه تبع بيتخيل الناس كلهم تبعان. لا، ماش كل البرملسيس هي الذي تتكلم هكذا، والأيام ستثبت ذلك. والبوصلة حقنا الحوثي والدولة. اليوم مع استعادة الدولة وضد هؤلاء المجرمين المعتدين، احنا واجبنا ناخذ بيده ونمشي بصف واحد. الذي ينحرف لا عاد تعلمني انت الحين اقل فوق، انا عاد اتحرك بدون ما حد يبني علي. السلام عليكم ورحمة الله، في امان الله.